الأحلام الغبية. كثير من الناس يعانون من الأحلام الغبية، لما ينام ما يحلم حلم نفس الناس اللي يحلمون حياة سعيدة ويحلم بأحلامه والأشياء اللي يحب إنه تتحقق. لا، عكس هذا الشيء تماما، وأحلام غبية هي يعني نسميها أحلام غبية. يعني تروح تحط راسك على الفراش تريد تنام تحلم حلم حلو ويشعرك بالسعادة ويعطيك طاقة إيجابية حتى تحقق أحلامك اللي أنت تحلم بيها. لا، يطلع لك حلم غبي. على سبيل المثال، أنت جاي تركض ورا الطوبة، خلينا نقول مثلا قاعد تركض ورا الطوبة وتشلب شيء وراك، تحاول ان تقصه ما ينقص، يرجع يشلب بيك وترجع تقصه ما ينقص، ترجع تشلب بيك بعدين تقصه ما ينقص، وينقضي الحلم فقط ان انت تقص هذا الشيء اللي هو لازمك، ما قاعد يخليك تركض وتروح والعالم كله تركض. مرات يصير حريق او شيء، او انت على وشك انه تموت وتريد تهرب بالحلم، تريد تشرد من هذا الشيء، لكن هو مشلب بيك ما تقدر تهرب من عنده، وتحاول انه تشيل هذا الشيء. السلام عليكم يا الله شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير وبافضل حال. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو مختلف يا اخوان. اليوم عندي معاناة راح اشاركها وياكم، اشوف شنو الاسباب هاي المعاناة يا اخوان، اللي هي الاحلام الغبية مثل ما شفتوا بداية الفيديو. اوكي، اليوم يا اخوان على طول راح نبحث سويا، راح نشوف شنو سبب هاي الاحلام الغبية اللي قاعد تواجهني. قلت خليني اشاركها وياكم يا اخوان، هم انتم تستفادوا. يمكن يكون ناس يعني يحلمون احلام غبية، لو بس انا والله ما ادري يا اخوان. كتبوا بالتعليقات حتى اعرف يعني. فاول مرة يا اخوان اصور هيك فيديو قصة، هي قصة تعتبر له شنو؟ هذا يا اخوان فيديو معلومي. معلومي يا اخوان، راح نستكشف سوا. انا ما ردت ادخل واشوف شنو هو الاسباب يا اخوان، راح اشوف هل الاسباب فعلا يعني بي، وهذا السبب قاعد احلم هاي الاحلام الغبية يا اخوان. يعني مو اخير فترة قاعد احلم، لا، يعني قبل فترة شفت احلم هيك احلام، فجا ببالي قلت ليش ما اصور فيديو للمتابعين، وهم اعتبر حال لهم مشكلة، وهم نستكشف شيء سوية. ما ادري يا اخوان، خلينا نبلش على طول. قبل لا نبلش يا اخوان، دقيقة، وين الورقة مالتنا؟ هاي الورقة يا اخوان مالتنا اللي هي اعكس الشاشة. اوكي، اعكس الشاشة يا اخوان. اشتركوا بالقناة، الهدف 5000 مشترك. اشتركوا يا اخوان حتى نوصل 5000 مشترك باغرب وقت. اوكي، يلا هسه اعكس الشاشة وخلني نكمل المشكله مالتنا يا اخوان. طبعا شباب عندي مشاكل. اوكي كمل تنجز. طبعا يا اخوان اكو مشاكل هو عندي يعني خلال النوم، ما اريد اذكرهن، يعني اذكر راح اخرب على الفيديو القادم، راح اخليه يا اخوان محتوى ليتس جو. اوكي يا اخوان، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اتهمتوا الكثير من الناس، ما ادري، انا دائما اسمع انه كل ناس تواجهوا مش نفس هاي الاحلام الغبيه اللي انا احلمها. راح اشوف يا اخوان سويا، راح اشوف يعني شنو هي الاسباب، وشوف فيديوهات يا اخوان، شوف فيديوهات شنو، فيديوهات واحد هو يحلم مصور ماخذ تسجيل شاشه وهو قاعد يحلم. يلا يا اخوان خلينا نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخوان راح اطلب على الذكاء الاصطناعي، راح اسال الذكاء الاصطناعي ونشوف. يعني الذكاء الاصطناعي ما اظن انه يكذب انت معلومات غلط. فعوان ضغطت على الذكاء الاصطناعي، سالته سبب الاحلام الغبيه، يعني شنو سبب الاحلام الغبيه اللي تصير. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الاحلام الغبيه او الغريبه يمكن ان تكون نتيجه عده عوامل، منها التوتر والقلق. ماي جودنس، اي والله يا اخوان اخر فتره متوتر وقلقان بسبب الامتحانات قربت، لكن الحمد لله انحلت. يمكن بعد ما احلم احلام غبيه، لان نجحت يا اخوان الحمد لله. على ما اظن نجحت، يعني ما متاكد، بس ان شاء الله خير بعد ما طلع النتائج. فاذا تخلصت من التوتر والقلق يمكن راح خلينا نشوف شنو غزة التوتر. الضغوط النفسيه قد تؤدي الى احلام غير منطقيه او محيره. الضغوط النفسيه تاثر يا اخوان. الاطعمه قبل النوم، تناول الاطعمه الثقيله او الحاره قد اي والله يا اخوان، قبل فترة قبل لا انام يا اخوان اكل هواي وانام، فلهذا السبب يمكن. صحيح هاي صحيح. اوكي اتفق وياك، الاولى شوي اتفق وياك، الثانية اتفق وياك هواي صراحة يعني. اوكي الادوية بعض الادوية يمكن ان تغير انماط النوم وتسبب احلام غريب. لا هاي ما موجودة عندي، بس الاولى والثانية تمام. انتم هم تمام لو لا اللي عندكم احلام غبية؟ لو بس أنا والله ما ادري اخوان كتبت بطريقة حتى اعرف يعني انسان نادر. لا اكو شفت هواي يا اخوان، شفت هيك ناس يعني يواجهون مشاكل، بس ما ادري يمكن تكذبون علي، بس انا احلم احلام غبية. التجارب اليومية، الافكار والمواقف التي نواجهها خلال اليوم قد تظهر في احلامنا بطرق غير متوقعة. يعني انا حياتي غبية قاعد اشوفها بحلمي، لو شنو يعني؟ لا انا ما اتفق وياك. انا شو اسوي بحياتي؟ اسوي اشياء غبية يعني؟ شنو مثلا اسوي؟ اشمر التليفون افش يعني؟ لو شنو؟ انا ما ادري يا اخوان، ما اقدر اقول الاشياء الغبية يا اخوان. انا قاعد اسوي اشياء غبية، انت متابعتوني لحد الان اكو اشياء غبية انا مسويها؟ والله ما ادري يا اخوان، غلطان هذا. الابداع، بعض الاشخاص لديهم قدرة على الابداع في احلامهم، مما يؤدي الى احلام مدهشة وغريبة. اوه ماي جودنس، يعني شلون يعني يعني هذا حلمي لما يتشلب شيء وراي واجي اقصه بالمقص ما ينقص وبعدين يرجع يتشلب بظهري وما اقدر اركض. اقدر اركض بس متشلب بظهري. هذا ابداع؟ ما اظن اكو اي ابداع بالموضوع. ما اتفق وياك بهاي ابد ابد. يا اخوان انتوا ايش عندكم ابداع ما يؤدي لاحلام منتشره او غريبه بسبب الابداع؟
يعني شلون لديهم غدرة؟ يعني أنا أصنع السيناريو مال الحلم مالتي لو شلون يعني؟ الذكريات تجارب ماضية قد تعود إلى الظهور في أحلام غريبة. تجارب ماضية؟ منو هذا الكلب اللي مشلب بيه حبل وما قاعد يخليني أركض بالحلم؟ منو هذا الكلب؟ لا يا اخوان ماكو ذكريات، هاي غلط، هم غلط، ما ادري. اوكي يا اخوان خلي نشوف. هو منطين نصائح لتحسين نوعية الاحلام. حلو حلو يا اخوان، هاي النصائح من نوعها راح احاول انه نجربهم يا اخوان سويا، الناس اللي عندهم هاي المشكلة. تمام، بسم الله. نصائح لتحسين نوعية الاحلام. اوكي. ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوغا قبل النوم. واو اخوان، التأمل ليش قصدهم؟ يعني قبل لا أنام أسوي هيك؟ اوه تأمل يا اخوان. هاي قاعد اصور فيديو قبل لا انام، يمكن بعد هيك ساعة راح انام، فراح اجربها يا اخوان. اوكي. تمارين اليوغا. طبعا اليوغا رجال يقدرون يسوون تمارين يوغا؟ لا ما اعرف، بس والله ما ادري يا اخوان. المهم هاي تحسين نوعية الاحلام، هي هاي الطرق راح تتخلص من الاحلام الغبية اللي تركض وتشلب بظهرك حبل. اوكي. بعد عندنا شنو؟ تجنب الشاشات. الحد من استخدام الهواتف او الاجهزة قبل النوم يساعد على تحسين نوعية. صحيح، انا اتفق ويا هذا الشيء يا اخوان، ومجربها يا اخوان، مجربها والكثير من الناس يعني لو يجربونها راح يعرفون انه هذا الشيء ياثر على نوعيه الاحلام ونوعيه النوم ودقه النوم وكل شيء. صحيح. حلو. تدوين الاحلام. كتابه الاحلام بعد الاستيقاظ يمكن ان يساعد في لا هاي ما اظن. هو الحلم مالتي ما افتهمه اصلا، شو اكتب؟ هاي ما تضبط يا اخوان، هذا مو خوش حل. يعني شلون اكتب الحلم مالتي وانا اصلا ما قاعد تمشي من الحلم؟ قاضي ما تضبط ابد، ما تضبط. مشكلة اخوان. دقيقة خليني اسأله عن الحلم مالتي اللي انا حلمته، انه انا قاعد اركض واكو شيء لازق بي، ما قاعد يخليني انه انا اركض ببطء، احاول انه اقصها بالمقص. المقص هو ما ادري منين جاني صراحة. تخيل قاعد تركض ويطلع مقص، شلون يعني هيك الربط طلع مقص وتقص ويرجع مرة. اوه ماي جاد يا الغباء اللي بالحلم، اشياء يعني ما ادري. وانه انت بالحلم عقلك قاعد يشتغل وتفكر بشيء، تفكر هذا الشيء انه هذا الشيء منطقي اللي قاعد يصير. من انت قاعد من النوم تعرف انه هذا الشيء اللي صار وياك بالحلم هذا الشيء مو منطقي، ولا ممكن انه يصير بالحياه اللي احنا قاعد نعيش، الحياه الواقعيه. هاي العقل مرات يصير غبي لو شنو يعني. انا خلينا نشوف، راح اكتب له الحلم وخلينا نشوف والله شنو ينطينا الجواب وشنو شي يقول. رأيت في المنام حلم شيء. رأيت في المنام حلم. اوكي راح اكتب نقطتين. الحلم هو هيك احسن، حليت تمام. الحلم هو انني اركض بسرعة. لا ما قاعد اركض بسرعة، مشلب الحبل بيه. دقيقة اركض ولكن يوجد حبل ملصوق في ظهري. الفصحى مالتي ما ادري شلون، بس ان شاء الله يتم علي الذكاء الاصطناعي. ملصوق في ظهري واثناء ركوضي، اثناء الجري، والله ما ادري يا اخوان ان شاء الله يفتهم كاحكي عراقي. واثناء ركوضي واثناء ركوضي اوكي يلتصق، يمنعني هذا الحبل من الركض او الهروب من الاعداء الشريرين. اي يا اخوان، بركض وراي زومبي وانا قاعد والله يا اخوان والله ايش صار. مثلا اروح مهمه انا واصدقائي، مثلا نروح نقتل احد او نسرق فلوس او اشرد يا اخوان، وشي مشلب بظهري ما راضي انه يروح. هم يروحون اصدقائي يعني ينقذون من هذا الشيء ويشردون، بس ابقى اني وبعدين يقتلوني يا اخوان بالحلم. اوه ماي جودنس، شعور سيء. بس انا بالحلم احس نفسي بالواقع يعني عايش الحياه، واموت يا اخوان جيم اوفر، عبالي متت. بعدها اقعد من النوم، يعني بعد ما اموت اقعد من النوم. ما ادري خلينا نشوف. هروب من الاعداء وراح نشوف شو راح يرد عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. رؤية الحلم الذي تصفه يمكن ان تحمل عدد على اليك بعض التفسيرات الممكنه. الشعور بالعجز. الحبل الذي يعيقك قد يرمز الى الشعور بالعجز او عدم القدره على الهروب من المشاكل. اي هو هذا الشيء، عدم القدره على الهروب من المشاكل او ضغوط في حياتك. نفس الأولى، التوتر والقلق، ضغوط في حياتك. صحيح صحيح، حلو حلو. هاي هسه نقطة هنا جميلة. صح صح اوكي. القيود. يمكن أن تمثل الحلم قيودا أو مشاعرا سلبية تعيق تقدمك في الحياة. ربما تشعر بأن هناك شيء يمنعك من تحقيق أهدافك. لا مستحيل هذا الشيء ممكن يكون صاير وياي. لا 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 ماكو شيء يا اخوان، لا ما اتفق. الخوف من المواجهة. الركض في الحلم يدل على محاولة الهروب، بينما الحبل يعبر عن الخوف من مواجهة مواقف صعبة او الاعداء في حياتك. كذاب هذا يا اخوان، هذا قاعد يكتب معلومات غلط. انا مو هيك يا اخوان، شلون ما اواجه اعدائي؟ القلق والتوتر اوكي هاي صحيح، بس الاولى والثانيه شعور بالعجز والقيود صحيح يا اخوان. اوكي. نصائح للتعامل مع هذه المشاعر. خلينا نشوف يا اخوان، ذاك الناس عندهم هيك مشاعر. انا بالنسبه لي ماكو شيء يا اخوان، ماكو شيء. بالنسبه للخوف المواجهه ما موجود يا اخوان. ايه. نصائح للتعامل مع هذه المشاعر. التفكير في المواقف الحاليه. حاول تحديد ما اذا كان هناك شيء او شخص يشعر انه يعيق تقدمك.
تحاول تحديد ما إذا كان هناك شيء أو شخص يشعر أنه يعيق تقدمك. ما فهمت، إن شاء الله أنتم فهمتوها. استراتيجيات التعامل مع الضغوط، يمكن أن تساعد تمارين الاسترخاء أو أوكي هاي قبل شوي ما طلعت، تمارين اليوغا وتمارين هاي الاسترخاء هيج. تمام يا اخوان، راح اجربها اذا صار هيك شيء، راح اجرب اسوي تامل. هسه قبل لا انام راح اسويه يا اخوان، واعطيكم النتيجه عبر حسابي في الانستغرام. جو راح اخلي لكم الانستغرام والتيك توك مالتي يا اخوان، حتى نجرب سويه ونشوف هل هذا الحل صحيح وهيك شيء. وهاي يا اخوان اكتبوا لي بالتعليقات اذا تواجهون هيك مشكله نفس الاحلام مالتي، اكتبوا لي بالتعليقات تعرف يعني اكو ناس هيك يعني نفسي وهاي. فلا تخافون يا اخوان، اعطيتكم كل الحلول اللي تقدرون تسوونها حتى نتخلص من هذه الاحلام السيئه، ونحلم احلامنا اللي نريد نحققها بالحياه ان شاء الله ونتخلص. شوف اعطيتكم يا اخوان الحل، اعطيتكم الحل واخذت الحل بنفس يمين، ونكون حلينا المشكله يا اخوان. عندي بعد موضوع ثاني ان شاء الله راح نسويه، نسوي لنا حلقه يا اخوان ونلقى الحل، لان هذا الشيء الموضوع راح اسويه الفيديو القادم اذا اردتوا. طبعا هذا الكل من عندكم يواجه هاي المشكله يا اخوان، اوكي؟ الكل من عندكم، الكل حتى قاعد اشوف فيديو، يعني ما اريد اقول انه كل، لا خلينا 60% من الناس يعانون من هاي المشكله، للرجال فقط. ما ادري يعني النساء تواجهون هاي المشكله، ما ادري. اوكي لا يا اخوان، مو ها. لا على يا اخوان، اشتركوا بالقناة. هدفنا 5000 مشترك. احب انه اذكركم مرة ثانية، هدفنا 5000. اعكس الشاشة. اوكي يا اخوان، انا نكون وصلت الفيديو. بس شوفوا القعدة يا اخوان، بس شوفوا القعدة يا اخوان. بس يا اخوان انا نكون وصلت الفيديو. لا تنسوا زر اللايك، لو اشتركوا بالقناة بس يا اخوان. مثل ما قلت لكم، نفس قلت لكم، اكتبوا لي بالتعليقات، وهم اكتبوا لي بالتعليقات اذا تردون ايش نوع من الفيديوهات. سكر لك ولا وين شباب، على السلامة.